باب الجنة. الإسلام هو الحل. الإسلام هو الحل. شرع الله عز وجل. شرع الله عز وجل. خالد يعني كان أكثر رجال، يعني أكثر أصدقاء، كان عمره ما ساب أرض الميدان نهائي. ضحى بكل ما هو غالي ونفيس، قعد ما يقل من سنتين مصارف بره البيت، زائد إن هو كان مريض بمرض يعني ربنا يعافينا مرض الفيروس فيه، وقعد مريض بعيد عن البيت ولم يعد إلى البيت إلا وهو متكفن في كفنه. ظل خالد يناضل، لم يتراجع خالد حتى آخر نفس في عمره، كان ضامد على موقفه، تحمل الكثير من الأمراض، ضحى بنفسه ما لم ينأ به أحد، كان مطاردا من كل الداخلية حتى أيام 25 الماضية، لم ترحمه الداخلية على الرغم من علمه بمرضه الشديد، مرض فيروس سي، ثم بعد كده جاله تليف في الكبد، ثم بعد كده جاله شبه فشل في الكلى يعني، ثم بعد كده جاله مرض الخبيث، يحفظنا الله ويحفظكم جميعا. إلا أن خالد في هذه المواقف، في كل هذه المواقف، لن يتراجع لحظة ولن يندم على أي شيء فعله خالد نهائيا. كل ما أقوله قليل جدا، مش هيجي ذرة من الأشياء اللي عملها خالد في حياته، سواء للثورة المصرية وسواء لنفسه والتضحية بنفسه. لم يفعل مثل باقي الشباب وجلس في البيوت، بالرغم أنه كان مريض، لا، نزل الشارع واعتدى من العديد من البلطجية ومن الشرطة، وكان تم اعتقاله فيما قبل وحكم عليه ب3 سنين وهو طالب في جامعة الأزهر. لم يهدأ أو لم ينأى بنفسه في المظاهرات في جامعة الأزهر، بل شارك أيضا في كل التنظيمات أو في كل المسيرات التي حدثت في جامع الأزهر. لم يتخلى خالد عن أي مسيرة، سواء في محافظة الفيوم أو في جامعة الأزهر. ونحن نفتخر، وأنا أفتخر كعبد الرحمن، أن خالد من أعز أصدقائي وما يكن من 13 سنة، وأنا صديق له، وأقول له إن شاء الله في الجنة يا خالد، في الجنة يا خالد.